أكبر غلطة بتحصل بتسبب ضعف التبريد في التلاجة، وناس كتير بتغلط فيها، هي ظبط بكرة الترموستات. لما تجيب الدرجة على 1 ده بيبقى أوطى حاجة، 5 و7 بتزود التبريد. طب ايه معنى الكلام ده؟ كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك ايه الاسباب اللي بتؤدي لضعف الموتور وايه الحل. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا تلاجة ألاسكا 12 قدم، فيها مشكلة ان الموتور بيعمل صوت عالي والتبريد قل في الفريزر، والكابينة اللي تحت نفس الكلام. المشكلة ان بكرة الترموستات تبقى جاية على اعلى حاجة. مفروض الطبيعي ان انا لما اجيبها على رقم 1 ده بيبقى اوطى حاجة، زودت جبتها على 2 أو 3 الموتور بيشتغل فترة اطول، وبعد كده تيجي تقول ليه التلاجة الموتور سخن وما بتفصلش والتبريد ضعف. انسب درجة في فترة الصيف على رقم 2، لان كده كده بالطبيعي التبريد هيتظبط، واحنا مش عاوزين الموتور يشتغل فترة طويلة عشان ما يسخنش ويديك تبريد مناسب. ورقم 1 ممكن تظبطه على الشتاء، لان هي كده كده بالطبيعة هتفصل. طب ايه الضرر لو انا زودت جبت اعلى من 5 أو 7؟ اللي هيحصل كالتالي، ان الفريزر هيعمل معانا زي ما انتم شايفين، وانا هفك الكفر دلوقتي واوريه لكم. ده اهم جزء في التلاجة ألاسكا يظبط التبريد، اسمه كويل. المفروض اللي امامنا بتبقى مواسير كاملة، ودي المروحة اللي بتوزع التبريد في الفريزر. تمام. المواسير دي بيخش جواها المركب اللي هو الفريون، وبيمشي في الداير كله لحد ما يكمل. الناتج لما بتجيب الترموستات على درجة عالية أول مرة التلاجة بتبقى شغالة تمام، وتاني يوم نفس الكلام. بعد كده بيقل تنازلا إن المواسير بيقل التبريد جواها. زي ما انتم شايفين الماسورة الأخيرة مفيش أي نسبة تبريد جواها. أما بقية المواسير اللي في الأول عاملة تبريد. طب ايه أسباب إن هي هنا مش عاملة معانا تبريد؟ المفروض الجزء ده انتوا شايفينه هو ده اسمه كابيلري. الكابيلري ده مهم جدا لأن هو أداة الانتشار اللي بتوزع الفريون داخل الكويل. لما الموتور التلاجة بيشتغل فترة طويلة بيحصل كالتالي، ان التبريد بيقل، لان هو بيشتغل بيخرج الزيت اللي داخل الموتور وبيلف في الشبكة الخارجية اللي هي اسمها المكثف اللي بتبقى في ظهر التلاجة، لحد اما الفريون يجي يتحرك في المكثف بيلاقي الزيت بيتقله، فبعد كده بيضعف التبريد في الكويل، وتلاقي الفريزر التبريد بيقل فيه، والكابينة اللي تحت نفس الكلام. ولو اشتغلت فترة طويلة هتلاقي المواسير دي نصها بيعمل تلج والنص التاني مفيش، بسبب ان الموتور بيشتغل فترة اطول عن 8 ساعات. طب ايه هو الحل؟ وايه المفروض ان انا اعمله عشان اجي اشغل التلاجة بطريقة مظبوطة؟ اول حاجة ان درجة الترموستات في اي تلاجة جديدة او غيرها مفروض في الصيف بجيبها على رقم 2 زي ما انتم شايفين قدامكم بعد ما ظبطتها. لو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد. ولو حصل معاك نفس المشكلة ان التبريد ضعف في التلاجة عندك، او لاحظت ان التلاجة
ما بتفصلش وبتشتغل فترة اكتر من اللازم، ابعتلي في التعليقات وانا هرد عليك. ولو حابب ان انا اتكلم معاك في منتج تاني يخص التبريد ابعتلي. التلاجة شغالة معاك تمام والتبريد هيبقى مناسب. ولو لاحظت ان جلدة الباب فيها مشكلة او فيها قطع، بالتالي لازم توقف التلاجة وتجيب جوان غيره وتركبه، والترموستات تظبطه زي ما انا قلت على الدرجة اللي هي رقم 2. بعد كده هتلاحظ ان التلاجة بتشتغل معاك تمام والتبريد هيتظبط وعمر الموتور هيشتغل فترة اطول.